واحدة من الأغنيات الجميلة لشاعرنا الجميل عبيد عبد الرحمن، شاعر الحقيبة المعروف. واحدة من الأغنيات الجميلة. تعتبر هذه الأغنية واحدة من الأغنيات الجميلة. ضع صبري أين يا وصلي، لشاعرنا الجميل وشاعر الحقيبة عبيد عبد الرحمن. هذه الأغنية الجميلة تعتبر من أهم أغنيات الحقيبة، لأنه الأغنية غناها عبد الله عبد الكريم اللي هو المشهور بكرومة، ولم يذكر اسم صاحبها الأصلي لكن من أكثر المغنيين شهرة واشتهر بها عمنا أحمد الطيب وابنه عماد أحمد الطيب. هذه الأغنية أخذت رواج لأنه من الأغاني الجميلة، والأروع في هذه الأغنية في أنه الشاعر قدر يصف لنا هذه المحبوبة سلبت عقل الشاعر وضع لنا صور جمالية لهذه الملهمة، ولكن يعني من جمال الأغنية ومن جمال القصيدة والألوان البديعية اللي فيها والتصور اللي فيها، فالشاعر ادانا إحساس إنه الملهمة دي ما عارف، الملهمة دي جنية حورية فتاة سودانية. الشاعر صور لنا عيونها وصور لنا رموشها وصور لنا لوعة حبه ومدى حبه ومدى إحساسه ومدى صبره ومدى حتى قدر يعني كل التصور عبارة عن جمل خبرية ما بين وصلي وأصلي وفصلي. ضع صبري يا وصلي، ما يفيض من النميح أصلي، ألف يود كل ساعة من فصلي. فهذه الأغنية من الأغنيات الجميلة ومن القصائد الرائعة، لو استمعت لها بتلقى الشاعر أدانا كل التفاصيل فيها، خلى الكلمات تتحدث مع نفسها. إخواننا مرات الكلمات بتكلم بعض من سلاسة اللغة العربية ومن خيال الشاعر الجميل ومن إحساسه المرهف قدر يخلي لنا الكلمات تتحدث مع بعضها. يعني لو شفنا المترادفات وصلي وأصلي وفصلي وصف دقيق. هذه الأغنية من الأغنيات الجميلة ومن من القصائد الجميلة، لأنه تحس بأنه الشاعر كتبها بإلهام، والملهمة دي شخصية كده ما عادية، شخصية ما طبيعية من وصف ومن جمال يعني، وطلعت كل الجماليات في هذه القصيدة. فمرات الشعر كده في كتابات بتحيرك. زاد منك نار السقوط وجلي يا معاني الشعر والسجن بأبكي والكيدك وجه برب الألام
ليل